السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني بجد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بس حلقة النهاردة دي مخصوص جاي بكلم فيها الناس اللي بتيجي في شهر رمضان وبتقلب النهار ليل والليل نهار. بجد بتنام ليه طول النهار في رمضان؟ بتنام عشان الجوع والعطش، ولا بتنام علشان ما تتعصبش على فلان فتفطر، ولا علشان اليوم يعدي منك بسرعة وما تحسش بيه؟ خليني اواجهك في الفيديو ده علشان اعرفك الحقيقة. انت مش بتنام علشان الصيام صعب، انت بتنام علشان الحقيقة والمقابلة صعبة. على فكرة الصيام مش الجوع والعطش بس، الصيام انك تفضل صاحي في يومك وبتقضي شغلك عادي وتتحمل الجوع والعطش ده. واجيب لك حديث بيقول الكلام ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني لو انت كده مقضي طول النهار بتاعك نوم وبتصحى قبل المغرب ب10 دقايق، فما تتعبش نفسك وتصوم، لانك بجد كده ما تعلمتش انك تمسك اعصابك وتمسك عصبيتك وقت الجوع او وقت العطش، ولا تعلمت حتى تمسك لسانك وتتعامل مع الناس ازاي في الصيام، ولا تعلمت الصبر وقت الجوع والعطش وانت في الشغل. امال كده تعلمت ايه؟ يبقى رمضان بيخلص منك وانت من غير ما تتعلم حاجة، فملوش لزوم انك تصوم. خلينا نكون صراحة مع بعض، انت مش بتنام علشان الجوع والعطش، انت بتنام علشان مش عايز تحتك بالناس، مش عايز تختبر صبرك، عايز اليوم يخلص وخلاص. بس اسمع الجملة دي كويس، اللي بيهرب من التعب عمره ما بيتعلم الصبر. شهر رمضان ده زي مدرسة انت دخلتها شهر من وسط السنة بتاعتك. انت هربت الشهر ده من المدرسة وما حضرتش فيه اي حاجة، كأنه رمضان ما عداش عليك، او كأنك ما دخلتش المدرسة وتعلمت اي حاجة. تخيل كده المدرسة فاتحة كل يوم وانت مقضيها نوم في البيت، هتتعلم ايه؟ اهو ده بالظبط اللي انت بتعمله مع شهر رمضان وانت نايم، يوم ورا يوم ولا اتعلمت اي حاجة. الناس بتصلي الظهر وانت نايم، بتقرأ قرآن وانت مقضيها نوم. الناس بجد بتجاهد نفسها وانت نايم، بيعملوا عمل خيري في الصيام بتاعهم عشان ربنا يتقبل منهم، وانت مقضي نوم. يبقى الصيام بتاعك ايه لازمته؟ وفي الاخر الناس اللي بتقضي نوم دي بالذات بتلاقيها بتقولك رمضان خلص بسرعة. عارف خلص بسرعة ليه؟ علشان انت ما عشتهوش، انت رمضان عدى عليك وانت في غفلة. وعلى فكرة بقى، الجوع والعطش مش مشكلة، المشكلة انك ما تعلمتش تواجه نفسك. يعني لو بتتعصب وانت نايم، دي مش حجة عشان تنام، دي إشارة علشان تغير من نفسك. شهر رمضان جاي بيقولك شوف ضعفك في ايه وعالج نفسك، مش بيقولك اهرب طول اليوم وقضي نوم. ربنا لما فرض الصيام فرضه علشان كلمة لعلكم تتقون. يعني كده باختصار تتعلم تسيطر على نفسك في الجوع والعطش، تتعلم تمسك نفسك، تتعلم تقول لأ للفظ وحش هيخرج منك. وعلى فكرة النوم مش تقوى ولا الهروب عبادة، العبادة الحقيقية انك تقف قدام الحاجة اللي بتخليك ضعيف وتغلبها. لو انت من الناس اللي بتنام طول نهار رمضان، ففي شوية نصايح كده جاي اقدمها لك. خليك صاحي طول الليل، بس اهم حاجة تصلي الفجر، ونام ساعتين بس كده بعد الفجر، وابدأ لو عندك شغلانة اعملها، اقرا حتى لو صفحتين قرآن. ابدأ دور على الناس اللي ما تعصبكش واقعد معاها كده بهدوء، ولما تحس ان في اي حاجة هتضايقك خلي جملة واحدة على لسانك: اللهم اني صائم. وبكده انت هتتعلم من اخطائك. خلي اليوم يعدي عليك وانت صايم، مش وانت هربان من الصيام. اوعى يخلص منك رمضان وتقول يا ريتني كنت استغليته، انت لسه فيها، حاول تبدأ من دلوقتي. لان المشكلة بقى كده بكل صراحة ما كانتش في شهر رمضان، المشكلة انك كنت نايم وما صحتش غير على مدفع المغرب. وبكده خلصت معاك نهاية حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.